عارف إن في مكان في المحيط لحد النهاردة محدش قدر يفسره؟ المكان ده اسمه مثلث برمودا، المنطقة اللي اتشهرت باختفاء السفن والطيارات من غير أي أثر. المثلث ده موجود بين فلوريدا وبرمودا وبروتوريكو. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، وكل اللي يدخل فيه يا إما يختفي يا إما يخرج منه وهو مش فاكر اللي حصل. سنة 1945 بدأت القصة تكبر لما 5 طيارات أمريكية اختفوا وهم بيعملوا تدريب عادي فوق المنطقة، وبعدهم كمان طيارة الإنقاذ اللي راحت تدور عليهم اختفت هي كمان. ومن ساعتها الناس بدأت تقول إن المكان ده مش طبيعي أبدا. في ناس قالت إن في دوامات مغناطيسية بتلخبط البوصلات وتخلي الأجهزة تفصل فجأة، وناس تانية قالت إن في بوابة لعالم تاني وإن اللي يدخل هناك ممكن يتنقل لبعد مختلف. وفي كمان علماء بيقولوا إن السبب هو فقاعات غاز الميثان اللي بتطلع من أعماق المحيط وبتخلي أي سفينة فوقها تغرق في لحظة. لكن لحد النهاردة مفيش تفسير واحد أكيد، وكل مرة بيحاولوا يكتشفوا سره بيحصل اختفاء جديد. الغريب إن الأقمار الصناعية رصدت حاجات بتتحرك جوه المثلث مش مفهومة، مش طيارات ومش سفن. هل فعلا في حاجة ورا المثلث ولا مجرد صدفة وتضخيم إعلامي؟ اللي أكيد إن مثلث برمودا لسه واحد من أكبر الألغاز الغامضة في العالم، ومفيش حد لحد النهاردة قدر يقول بثقة أنا عارف الحقيقة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وما تنساش الاشتراك واللايك، ولو عندك فكرة شبيهة قولها لنا في الكومنت، ممكن تبقى هي موضوع الفيديو اللي جاي.